مسابقة منارة العالم للكتاب المقدس بين فريقين، ماري متى فنون تطبيقية والبابا ديسكورس. ان انا عرفت اكتر عن حاجات جديده في الكتاب المقدس ممكن اكون ما كنتش اعرفها. عرفت معلومات بالنسبه لي كانت مختلفه. كل حاجة متحمسة فيها، تجربة جديدة، هنشوف، هنتعلم، هنجرب حاجات كتير. نارتين وصوفيا وماريو هيتسأل في أول سؤال في الحصالة في الجولة الأولى ما بين سهل ومتوسط وصعب. إما بتختاروا فرع من متى أو أشعية أو أسئلة عامة. تختاروا إيه تبدأوا بيه السؤال الأولاني؟ متى صعب. متى صعب يعني 20 نقطة. السؤال بيقول: ما اسم الحقل الذي اشترى به يهوذا بالثمن؟ بيبقى معانا 30 ثانية، لو ما عرفوش الإجابة هيكون ليكم فرصة. حقل الدم. في إجابة؟ حقل الدم، حقل الدماء يعني. برافو، إجابة صحيحة. ده اللقب مش السؤال ليك. أشعية صعب. أشعية صعب. السؤال بيقول: اذكر 3 صفات للعبد المتألم من أشعياء. نجاوب الإجابة؟ ان هو محتقر ومرذول رجل الاوجاع ومختبر الحزن. احنا قلنا الإجابة 4. صحيحة، نسقف له. 2020. اختياركم هيكون وسط. وسط. أشعية وسط. إيه اللي وسط؟ أشعية نجيب متوسط. طبق كشري. متوسط. أشعية متوسط. أشعية متوسط. جاهزين؟ ما معنى اسم شيار يشوب ابن أشعياء؟ الله معنا، البقية سترجع، أسرعوا إلى السلب، الله يخلص. البقية ترجع. البقية سترجع. إجابة صحيحة. الجيم ده شديد شوية. اوكي. اختياركم هيكون متى متى متوسط. متوسط. مين؟ متى متوسط. ده انتوا مشينا بقى. هياخدوا صعب ناخد صعب، متوسط ناخد متوسط. السؤال بيقول: كم أفة جمعت بعد معجزة إشباع 5000؟ 7 ولا 10 ولا 12 ولا 14؟ 12 اوف. إجابة صحيحة. صعب بقى. عم صعب. خلصت بقى. ما اسم الخادم الذي قطع أذنه خلال القبض على يسوع؟ ملخص. ملخص. أيوة ملك. إجابة صح. اسئله عامه متوسط. أسئلة عامة متوسط. جاهزين؟ ان شاء الله. من كان ملك أشور الذي حاصر أورشليم؟ يعني مين الملك ده؟ سنحريف ما ادريش. نبوغذ نصر، سنحريب، تغلس فلسطر، شلمنصر. سنحريب. شلمنصر. سنحريب. هو سنحريب وعشان ده بيسود اسحاق. إجابة صحيحة. ده كله سهل. تختاروا مين؟ متى. انتوا منطقي. كنت سألتكم وكنت على طول مش غيره بقى متى صح. احنا هناخد أشعية صعب. طلب يسوع من تلاميذه أن يبشروا الأمم أولا، صح ولا غلط؟ غلط. هو طلب يبشروا اليهود الأول ثم الأمم. إيه إجابة تتحسب ليهم الدرجات 10. اشعياء سهل. أشعياء سهل. آخر سؤال معانا في الجولة الأولى: مهير شلال حشبز يعني أسرعوا إلى السلب، صح ولا غلط؟ صح. صح. برافو، إجابة صحيحة. اسئله عامه صعبه. هنعرف النتيجة حالا. فرح حسنات. 60 65. انتظرونا في الجولة القادمة. ورجعنا تاني ليكم، وكان 5 نقط بس اللي فارقين في الجولة الأولى، ونقدر نعوض في الجولة الثانية مع آية في سورة. لو جاوبنا صح هناخد 20 نقطة، ولو جاوبنا غلط ماينس 10 نقط. جاهزين؟ جاهزين.
ركز مع الصور. الصورة الأولى فيها كلمات هتساعدنا شوية لحل اللغز، زي كلمة ثروة، كهنة. مش عندي دي حالة حداد. كل الشباب اللي قابلوني في المسابقة قالوا لي دي أجمل فقرة بنحبها. الكهنة كانوا بياكلوا رسالة مالكش دعوة. مفيش أي هنت طب. طيب هقول انترو، ولو عرفتوا تكملوا اللي هيخطف الأول يجاوب. أما أنتم فتدعون كهنة الرب يسمون. طيب تايم اوت، محدش إجابة. أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. دي كانت في أشعياء 61:6. ركز في الصورة الثانية. كلمات مساعدة زي ذهب، سجود، صبي، بيت، وسهلة جدا 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 بتتقال من واحنا صغيرين. لا استنى بس. في تايم شغال، ركز. في إجابة هنا، نسمع الإجابة. فلما رأوا الصبي فرحوا فرحا عظيما جدا وسجدوا له وقد قدموا هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. بص انت قلت ملخص الآية، يعني عجبني ان انت لخصتها. هي في متى 2 آية 7 وآية 8. ففرحوا فرحا عظيما جدا عندما رأوا الصبي. ايوه كم؟ فخروا له وسجدوا ثم قدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. هي مش آية دي خالص. ماشي. اجتهاد حلو. في إجابة. وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. دي متى 2 صح؟ بس ما هو قالها وقال له غلط. نركز في الصورة الثالثة. فيها كلمات زي عهد، ظلم، حب، عدل. لا يكون ظالم لا اللي عليه. في أشعياء بالمناسبة عشان لا يكون ظالم لا عليه. طيب هقول أول حتة منها ولو دي هتساعد معاكم. لأني أنا الرب محب العدل مبغض. عاجبكم صوتي ولا ايه؟ تايم اوت. لأني أنا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا. أشعياء 61:8. لغاية دلوقتي زي ما احنا فرق 5 نقط، ويا ريت نركز نحاول نكسب. موت، أولاد، بكاء، أول هيبة. صوت. إيه ده؟ اتفضل. يلا. صوت فيها الرمى. صوت سمع في الرمى. صوت سمع فيها الرمى بكاء ونواحا وعيد. نوح وبكاء وعويل. تبكي رحيل على أولادها لأنهم ليسوا رحيل موجودين. تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا تبكي على أولادها ولا تريد أن ولا تتعزى تريد أن لأنهم تتعزى ليسوا بموجودين لأنهم ليسوا. بموجودين. لو قلت لي الشهادة اعتبرها لك صح. متى 2 كام؟ متى 2 صح. ثانية. لو اتقال الشهادة اعتبرها صح. موافقين؟ لو قالوا الشهادة اعتبرها له صح. بدل الصح أرمية اللي قالها. أنا ممكن أقول لك مين النبي اللي قالها؟ هي ظهرت. أرمية. أرمية الآية يعني عشان هي الشهادة ظهرت. إيه؟ أرمية هو اللي قالها. أرمية اللي وهي قالها، لكن موجودة في ال- متى 2 هي بس احنا مش الشهادة فاكرين الآية. متى 2:18 واعتبرها إجابة صحيحة. سورة 5. في كلمات مساعدة زي بأمانة سهلة، عروس، عريس. سهلة ايه؟ الجزء بتاع الكلمات بس هي. وانتوا شباب وهتتفرجوا. لسانا واحدا. سهلة. لا لسانا واحدا. شهية. رغم انها طويلة شوية بس هقول لكم حتة منها. فرحا أفرح بالرب تبتاج نفسي بإلهي لأنه ما تدوسش يا إبراهيم، ما تدوسش يا إبراهيم. قد ألبسني ثياب الخلاص. كساني ايه بقى؟ ثوب البر. ثوب البر اللي هي رداء البر. ما تدوسش كمل لي باقي الآية واحسبها لك صح. مثل عريس يتزين بإيه؟ بعمامة. إيه؟ بعمامة صح؟ وعروس بعمامة. وعروس ومثل عروس تتزين بإيه؟ بحلي. وحليها. برضه مش هحسبها لكم صح عشان انا حسبت لكم اللي فات فكرمتكم. حلو قوي. تايم اوت للي بعده.
الصورة السادسة، اوعى ايدك يا ابراهيم. استقامة طريق برية صراخ، ودي من أسهل الآيات. صرخ فيها البرية. ايوه ايوه اهو احنا هنا. اهو عملنا إحنا لو عملنا إيه برضه ده؟ ماشي. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب يصنعوا سبل مستقيم. لا أيوة مش صح. لا. إجابة صحيحة. اقول لك الشاهد متى كام؟ متى 2:3 متى كام؟ غلط. متى 3:3 هي متى 3 لا ما بصش متى 3 ايوه إجابة متى 3 عشان مش شايف. عطيني الشاي. حسب لهم طبعا النقط. الصورة السابعة، توبوا اكتر بقى. أنا- اتفضل قول. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هيجيبوها صح. إجابة صحيحة. الحمد لله كان 8 بتقول دوس. جراد. إجابتك؟ وكان لباسه من نوابر الإبل ويأكل عسلا وجرادا بريا. وعلى ثواني أولى تاني ماشي. وكان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من الجلد ويأكل جرادا وعسلا بريا. إجابة صحيحة، نسقف لها. جابت 20 نقطة مهمة، برافو. قوي. الصورة التاسعة، الصورة التاسعة، ومعانا كلمات مساعدة زي كل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع من جذرها وتلقى في النار. إجابة صحيحة، احنا اللي جايين 20 نقطة. احنا بعد كده اللعبة دي هنلعبها من الآخر للأول عشان هي نحس إن محتاجة كده. كانوا في آخرها يعني. ركز، وال 20 نقطة دي حاضر. مهمة. ده السؤال الرقم كام؟ رقم 10 الصورة طوبى بالمسكين بروح لان لهم ملكوت السماوات. متى 5 2 او 3. 3. برافو، شغلها سهلة كبيرة أوي. 20 نقطة يتحسبوا. وهنسمع دلوقتي نتيجة مجموع الجولة الأولى والثانية. ماري متى 115 وانتوا 120. واضح ان الخمس نقط مكملين معانا، يمين مرة يسار مرة، بتروح وبتيجي، والجيم لسه موجود، ونكمل في الجولة الثالثة وانتوا مع المنارة. ورجعنا تاني ليكم في الجولة الثالثة، الجولة الحاسمة مع عجلة الحظ. جاهزين؟ لازم. مين قال لا تدعوا حسقية يخدعكم؟ إجابتك؟ رب شوقي. رب شوقي قالها للشعب لما راح لهم وقال لهم ما تخلوش اللي هو يضحك عليكم. إجابة صحيحة، نسقف لها. معلش، الله. تركيز يا شباب. يا مريم مين يدوس كحلك يا مريم. فين حصل؟ أين سيرجع المفديون بترنم؟ احنا خلاص اهو. في إجابة؟ إجابتك؟ اورشليم. يهوذا اللي هي مملكة يهوذا اورشليم اللي هي مملكه يهوذا. يعني. إجابة خاطئة. مين قال ما لنا ولكن يسوع يا ابن الله؟ إجابتك؟ المجنونين اللي كان عليهم شياطين. إجابة صحيحة. فين حصل؟ قولي ده يسوع. دار الولايه. إجابة صحيحة. طب ليه مش هنعتمد درجة بقى؟ هي درجه. آخر سؤال. السؤال بيقول في سلسلة نسب السيد المسيح ما هي النساء الأربعة التي وردت في القرآن؟ هنا. إجابتكم؟ لا ما تهزرش. سمار، رحاب. رحاب، رعوس، والتي الأورية الحبش. لا والتي الأورية بس. تمام، إجابة صحيحة. لو في جايزة أفضل لاعب في المباراة هديها لك. قالوا مريم. لا 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 على فكرة لا 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 هم مساعديني لا لا. ودلوقتي النتيجة 115 180. أبا سكورس صعد معانا. الحمد لله. جيم أكتر من رائع. يمكن تكون ظروف إن هم كانوا بيخطفوا
مننا الفرصه اكتر، بس كان عندهم الاجابات متكامله. ضيعنا شويه فرص من ايدينا، بس يعني قرب المكان التصفيق كان مختلف شويه، بس تتعوض. بجد شابوه الجيم ده. فرحانه جدا بربنا، لان انا قلت له ما تكسفنيش، لان انا متعشمه فيك جدا وهو ما كسفنيش، فانا فرحانه بجد. يعني انا حب ربنا بيزيد كل ثانيه. التيم اللي كان قدامنا بصراحه كان حلوين جدا، شبه اصحابنا، فكنا مبسوطين عامه ومستمتعين بالماتش يعني. احنا كنا متفقين مع بعض لو سكورنا اقل من الفرقه التانية ما نتوترش لغايه اخر سؤال، فاحنا من الفقره التانية واحنا مطمنين شويه، فده كان مدينا ثقه شويه احنا وبنجاوب. كان ماتش لذيذ جدا، كانت الدنيا جميله في البدايه، ابتدينا بروح تنافسيه جميله. الفريق التاني هو في ناس صحابي من ايام الابتدائي، ناس عزيزين عليا، ففكره ان احنا نتحط من اول ماتش قصاد بعض كانت صعبه شويه. اكتر حاجه بسطتني ان انا شفت ان احنا لما كان عندنا ايمان قوي في ان في شخص مننا واثق في ربنا ان هو هيكسبه وعنده ثقه وبصلاه قويه، كنا واثقين في ده. نشوفكم في حلقه قادمه.